ازيكم؟ معاكم ابانو. علشان تقدر تشوف لي اي حاجه انا بنزلها اعمل لي اشتراك وفعل الجرس. النهارده هتكلم في حاجه هي مش مفهومه قوي وتبقى مش واضحه في الاول. كتير منكم مستني تنسيق 2023 ينزل او مستني يعرف الكل اللي هو عايز يدخلها مجموعها كام عشان يعرف هيقدم عليها او هتجيله ولا لا. فتعالى احكي لك الحكايه من الاول. الحكايه بتقول ايه؟ اول حاجه هتستناها انك انت تستني درجه المراحل بتاعتك. يعني ايه؟ اول حاجه في 3 مراحل، مرحله اولى وثانيه وثالثه. المرحله الاولى بتنزل رينج درجات معين وده بيكون اعلى رينج في الدرجات. طب دلوقتي الوزاره نزلت الرينج بتاع المرحله الاولى وانت مجموعك فيها، هيحصل ايه؟ اول حاجه هتبقى في حاجه اسمها رغبات. يعني ايه؟ رغبات دي تقريبا بتكون من 60 ل 75 رغبه، انك تملى رغباتك. انت عايز ايه؟ رغبتك في الكليه اللي انت عايزها ايه هي؟ يعني انا واحد مثلا محتاج اول كليه نفسي ادخلها هي ألسن، بعد كده نفسي ادخل اداب، واقعد ارتب رغباتي او انا الحاجه او رغبتي في الكليات اللي انا عايز ادخلها. تمام، دلوقتي خلاص انا رتبت رغباتي من الرغبه الاولى لحد اخر رغبه. دلوقتي عايز اعرف انا هدخل الكليه اللي انا عايزها ازاي، او ايه الحاجه اللي تعرفني انا خلاص الكليه اللي عايزها دي هدخلها ولا لا. للاسف مفيش حاجه هتاكد لك. ايه ده ازاي؟ مفيش اي حاجه خالص. هو في حاجه بتساعد بس للاسف مش مصدر موثوق او مش حاجه تعتمد عليها، انك انت هتشوف ده على السنه اللي فاتت في نفس الكليه اللي انت عايز تدخلها. في الاغلب بيكون قريب، يعني تنسيق السنه دي مع السنه اللي فاتت في الاغلب هيكون قريب، لكن تنسيق السنه دي مع السنين القديمه اللي كان مجموعها عالي للاسف مختلف تماما. هتلاقي مثلا هندسه كانت بتاخد فوق 94 و95 على عكس السنه اللي فاتت. فلو هتقارن بين تنسيق السنه اللي فاتت تقدر تشوفه عن طريق موقع الوزاره. تمام، تعال برضه احكي لك الحكايه اكتر او بتمشي ازاي او ازاي. تعالى دلوقتي احكي لك ايه الوزاره بتختار ازاي الكليه اللي انت هتدخلها. خلاص انت مليت رغباتك على حسب الحاجات اللي انت عايزها. بيحصل ايه؟ بتدخل الرغبات دي على السيستم. نفترض كليه الطب، كليه الطب محتاجه 1000 طالب، تمام؟ فلتعمل ايه؟ اللي دلوقتي معانا خلاص معانا السيستم وكل الطلاب دخلوا الرغبات بتاعتهم. فيحصل ايه؟ تعالى احكي لك الحكايه بتمشي ازاي وازاي الوزاره بتختار لك الكليه بتاعتك. تعالى بس افهمك حاجه الاول. دلوقتي كليه الطب بتحتاج 1000 طالب بس، تمام؟ فتختارهم ازاي؟ اول حاجه تشوف كل الطلاب على مستوى مصر بيختاروا لكليه الطب اول رغبه، تمام؟ هي محتاجه 1000. هتاخد الطلاب اللي اختاروا كليه الطب رغبه اولى من 1 ل 1000، تمام؟ طب على اساس ايه؟ حسب الدرجات بتاعتهم من اعلى واحد لحد اقل واحد. طب دلوقتي هعرف التنسيق او التنسيق بينزل على اساس ايه؟ على درجه الطالب الرقم 1000. بتشوف مجموعه كام. نفترض مجموع الطالب 92%، فالسنه دي كليه الطب هتاخد من 92%. ودي الطريقه اللي بيمشي بيها حته التنسيق، انك انت بتملى رغباتك وبعد ما تملاها بتستنى وقت ممكن اسبوع ولا حاجه زي كده، بعدين تلاقي الوزاره مختاره لك الكليه اللي مجموعك جابها. ودي حسب تمشي على حسب كذا حاجه، بتمشي على حسب مجموعك وحسب الاماكن الفاضيه في الكليه دي. فبالتالي دي فكره التنسيق، ومش مفيش حاجه معينه تعتمد عليها غير زي ما قلت لك انك تشوف موقع التنسيق بتاع السنه اللي فاتت. ودي فكره التنسيق والرغبات. فيديو تاني هعمل لك الرغبات وازاي تسجل فيها بالظبط وازاي تفتح الموقع وكل التفاصيل دي. شكرا ليك.